Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. واضح الكلمة. بارك الله بكم يا أخوان. الرتل الآلي راح يباشر أول 4 عجلات، خلينا تباشر بعد، خلينا تباشر بعد أول 4 عجلات. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving to a restricted zone. Stand by for clearance. Buggers 2, Disciple 1 here. I'll copy, over. سيدي تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح كلمة. يعني انت متأكد ما تعرف شيء عن الحادث؟ وكيف لي أن أعرف؟ انت البارحة بالليل طلعت من الزنزانة؟ أضحكتني. وكيف لي أن أخرج وهي موصودة علي وعلى زملائي؟ اسألوهم، سيقولون أن باب الزنزانة بعد أن أغلق مساء لم يفتح إلا حينما طلبتموني. كملتوا التعداد؟ نعم سيدي. تمام. حياكم الله يا أبطال. شلون الأمور؟ الحمد لله سيدي تمام. كونوا دائما حذرين وعلى استعداد. اطمئن سيدي، جنودنا معنوياتهم عالية وإن شاء الله يكونون حصن منيع للوطن. من زمان ما نزلت إجازة، شلون القصة عقيد شيرو؟ ما مشتاق لولدك؟ سيدي بدي أجمع إجازاتي وأوقتها مع إجازة الدكتورة جوانا لما ترجع سنجار حتى نخلص الإجازة سوية. الله يحفظها يا رب ونعمة ما خلف. طبيبة ترفع الراس. الحمد لله سيدي، هي دائما جادة بعملها خصوصا لما أخذت الماجستير
وكرمها السيد رئيس الإقليم كاك مسعود. الله يحفظها ويحفظها. صباح الخير. صباح النور. ليش ما نمت وارتاحيت بغرفتك؟ كيف ارتاح وانت مريضة؟ الله يخلي لي اياك. لازم حرارتك انخفضت. الحمد لله. انتي اختي الغالية، لازم ابقى يمك، ما بيناتنا شكر. ربي لا يحرمني منك. تذكرين ان انكسرت رجلي قبل سنة وربطها الطبيب ومنعني من الحركة مدة اسبوع. كنت تسهرين يمي وتلبين طلباتي وتطمنين علي. لما شكرتك قلتي لي لا شكر بين الاخوة. الله يخلينا البعض. راح احضر لك ريوب. لا رضان، انا هسه زينة، راح اقوم اسوي بنفسي. تحرك. بلي بنتي، ابن قاضي زميل إلي بالمحكمة، المستشار ميخائيل. طبعا هو شاب طموح ورجل أعمال. ومنو قال لك أريد أتزوج؟ أنت ما عدت صغيرة، حتى صديقة عمرك الدكتورة جوانا راح تتزوج. ما أريد أتزوج إلا بعد ما أفتح معرض الأعمالي بباريس أو لندن وأحصد جوائز دولية، بعدها أفكر بالزواج. بنتي، أنا أتمنى أن أفرح بأولادك. تمنيت تتزوج بعد وفاة أمي الله يرحمها وتجيب لي أخ أو اثنين. كيف تريديني أن أتزوج بعد أمك؟ يرحمها الرب، كانت حبيبة عمري ولا تزال. عزائي هي الآن مع الشهداء والقديسين. تأخرت جوانا، قالت رح تجي من وقت حتى نحضر سفرنا لسنجار. والله فاجأتني يا مولانا. لابد من عقاب هاي المرأة. احنا اخذنا رقم السيارة ومن باكر راح ندور عليها. لا اريد من اليوم يا ابراهيم. يلا روح. حاضر. أبو محمود، سويت لك الشاي مثل ما يعجبك. ايه والله رحمة الله على والديك وعاشت ايدك. الشيخ ذنون، ايش سويت على الشغلة اللي قلت لك عليها؟ الله كريم. ونعم بالله. بس السما ما تمطر لنا فلوس. شلون يا أبو محمود شلون؟ يعني هسه ايش ترديني اسوي؟ روح الحجي قهوة، ما راح يردك.
لأن هو إنسان شهم وما يرد أحد. ولا معقولة ما يساعدنا لأن إحنا شيعة وهو سني؟ هيدا تحكي حجك هو أخويا وعارفه كل الزين، ما عنده هيك تفكير، ما يفرق بين سني أو شيعي أو مسلم أو نصراني. بعدين والله زحمة أمد لإيدي. لا شلون يا شيخ شلون؟ جهال يموتون من الجوع، مو حتى ملابسهم زغرت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا رب بحق حبك لآل بيت نبيك فرج عنا كربنا يا رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب. هذا النوبة ليش تأخرتي؟ ايش بيه دكتورة جوانا؟ التحقيق بقتل الكافر الرافضي ما وصل لأي نتيجة. الحمد لله الحمد لله. أريد رصيدا في جوالي. تؤمر تدلل يا أمير. جبت لك فد شي بسيط للمزاج. يا سلام، اسمك صالح وأنت صالح. تدلل. مكافأة مضاعفة هذا الشهر، ولكن احذر. اطمن، الحشيش بيني وبينك. تصبح على خير. اشتقت إليك. يا سلام على أيام الرقة الجميلة حينما كانت تأتيك الحشيش يوميا. ليس الحشيش فقط، السبايا البيضاء والسمراء والشقراء والسوداء. حينما نخرج من هنا سنقوم بغزوة جديدة ونحصل على سبايا جدد. أعتقد أن هذا سيحدث، أم أن رقبتي ستعلق أولا. ذهبت إلى دائرة المرور واستفسرت عنها وعن المركبة وعرفت أنها أيزيدية. كافرة والعياذ بالله. نعم، إنها طبيبة اسمها جوانا شيرو وتعمل في مستشفى السلام، ولكن عندي خبر أهم من هذا كله. هاتي. إنها تسكن في بيت القاضي الياس بشارة، وهي صديقة ابنته أيضا. الياس بشارة، هذا الاسم مألوف لدي. نعم. القاضي الذي حكم على أبي عبد الله بالإعدام هو وبعض من الأخوة المجاهدين. الياس بشارة. هل لديك تعليمات بشأن هذه الطبيبة؟ طبعا ستكون هناك تعليمات، ولكن الأمر يحتاج إلى تفكير بروية. استريح سيادة العقيد. شكرا سيدي. سيدي، بحكم قيادتكم للمحور ارتأى أمر لوائنا أن نسلمكم هذا الخطاب. وشنو مضمون هذا الخطاب؟ هذا خطاب موجه من شخص اسمه أبو عمر الجزراوي، يبدو أنه قيادي مهم في داعش. موجه إلى بغداد إلى شخص اسمه أبو حذيفة الأنصاري. طيب، حققتوا وياه؟ نعم سيدي، حققنا وياه، لكن رفض يعترف بأي شيء. هذه معلومة في غاية الخطورة والأهمية. أنا راح أبلغ القيادة عن مود يبلغوا المسؤولين في بغداد فورا. نعم سيدي. كما قرأت في مصادر تاريخية أن كردستان قسمت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية إلى قسمين، وبعد اتفاقية سايكس بيكو قسم الجانب العثماني من كردستان إلى 3 أقسام. القسم الشمالي ضم إلى الإدارة التركية، والقسم الغربي إلى الإدارة السورية، أما القسم الجنوبي فضم إلى العراق. مع بداية تأسيس الدولة العراقية عينت بريطانيا الأمير فيصل بن الشريف الحسين ملكاً على العراق، تثميناً لجهود الشريف في الحرب العالمية الأولى لصالح بريطانيا ضد العثمانيين. وحصل استفتاء دولي للشعب الكردي في ولاية الموصل، حيث كان العراق مقسماً إلى 3 ولايات.
بغداد والموصل والبصرة. وحين أقول ولاية الموصل فإنني أقصد معها كردستان. في الاستفتاء اختار الكرد أن ينضموا للعراق وليس لتركيا، وهذا ما أبقى على الموصل عراقية، وإلا لانضمت إلى تركيا منذ ذلك الوقت. معقولة؟ لو مخابرني كنت قلت لك يا دواء تنطي لأختك. أنا أعرف الدواء، سماها انطتني منه من ارتفعت حرارتي وانتي علمتيني. زين دكتور، يلا قوموا جهزوا الغد، عندنا ضيوف. يلا صار حبيبتي تدللين. يلا رباح. المكان هنا جدا جميل، خضار طبيعة وهواء نظيف، يرد الروح. صحيح، مع ذلك كلش عانينا، إبادة وقتل وجرائم ضدنا. تصوري 73 مذبحة بتاريخنا، أو فرمانات مثل ما نسميها، وإحنا شعب عايش بسلام، بعمرنا ما أذينا أحد. آخر مذبحة بال2007 اللي سواها تنظيم القاعدة ضدنا. الله ينتقم منهم. والقاعدة تعتبرنا إحنا اليزيديين كفار، قال لك ما نعبد الله. حرام عليهم، أنا ما شفت أحد مثلك يخاف الله. ومع ذلك ذبحوا منا آلاف. الله ياخذهم. يا أهلا وسهلا بكريستين. أهلين. تفضلوا. تسلم بابا. تفضلوا اكلوا واستمتعوا باللحظة. تسلم ايدك. غد ظهر الغيب واليوم لي. قاوم البارزانيون بقيادة ملا مصطفى الجيش الإيراني لإنقاذ عائلاتهم وإرسالها إلى كردستان العراق، ولم يستسلم ملا مصطفى ورفاقه 500 للسلطات العراقية، بل لجأوا إلى الاتحاد السوفيتي وظلوا في المنفى مدة 13 سنة، حتى رجعوا سنة 1958 إثر ثورة عبد الكريم قاسم على الملكية وتأسيس الجمهورية العراقية للمشاركة في بناء العراق الجمهوري الجديد. لم تدم الفرحة، فهذه المرة قصف الطيران العراقي كردستان، وكان هذا سبباً في اندلاع ثورة 11 أيلول سنة 1961 ضد حكومة عبد الكريم قاسم. وبعدها بسنوات قليلة اعترفت حكومة عبد الرحمن عارف بالحقوق القومية للشعب الكردي، ولكن للأسف بعد أقل من سنة اشتبكت القوات المسلحة العراقية بحرب أخرى مع شعب كردستان، وجاءت حكومة أحمد حسن البكر، ولأول مرة اعترفت حكومة عراقية بعد قتال طويل بأن الكرد شعب يعيش على أرضه، وأنه كان مظلوما محروما من حقوقه. مرخصتك أختي، مرخصتك. نعم. وين نلقى الدكتورة جوانا؟ أبونا مريض ولازم هي تسوي العملية عدة زائدة. لا إن شاء الله سلامات، ما يشوف شر، بس والله دكتورة جوانا اليوم إجازة للأسف. يحجون عنها دكتورة شاطرة غير؟ شو وقت ترجع ما تعرفين؟ ما أدري. شكرا دكتورة. ما اشتيلك. وردتنا معلومات من قيادة البيشمركة، معلومات خطيرة جدا توصلنا لأول مرة. تقول بأنه تنظيم داعش الإرهابي يخطط للهجوم على الموصل، ويطلب من كل قياداته اللي بالعراق أن يتهيئون للأدوار المرسومة لهم. سيدي أنا أشك في صحة هاي المعلومات. حتى وإن كانت هاي المعلومات غير دقيقة، إحنا لازم ما نتجاهلها، ولازم قواتنا بالموصل تكون على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم للتنظيم الإرهابي. أمرك سيدي. فحدث القصف والنفير العام ضد الكرد على مدار عقود، وتضاعفت سياسات التهجير والتشريد، ثم قصفت مدينة حلبجة بالمواد الكيميائية المحرمة، ومع ذلك داوم الكرد على السلام وظلوا يسعون من أجله. فسرت دفاعات الكرد عن حقوقهم عصيانا لهم. شنو رأيك؟ مقال عظيم. معظم المثقفين ما يعرفون شيء عن القضية الكردية،
يعتقدون الكرد مجرد خارجين عن القانون مثل ما روجت كثير من وسائل الإعلام. ومشكلة الكرد ما عندهم منابر إعلامية تخاطب الفكر العام. لذلك قررت أعمل مجموعة لقاءات ومقابلات توضح ماهية القضية الكردية وتسلط الضوء على معاناتهم، على شقد الكرد عانوا وانظلموا. طيب شلون راح يعرف القارئ العربي وانت تنشر مقالاتك في صحيفة فرنسية؟ لا، راح انشر مقالاتي بجريدة عراقية في بغداد. ممتاز. خلينا هسه من هذا الموضوع. قول لي شخبار جوانا؟ ما أعرف عنها أي شيء. لم تعد من إجازتها بعد. إذن اتركاها قليلا، انقطع عن المستشفى حتى لا تلفت الانتباه. أمرك مولانا. مولاي، هل من أخبار تسر من دولتنا الإسلامية في الرقة؟ كل خير بإذن الله. أبشركما ساعة النصر قريبة بإذن الله، وسوف نحتفل قريبا بكل ما تمنينا. يا الله يا الله. لقد جهزت لكما قائمة أسماء لبعض الإعلاميين والسياسيين الموالين لحكومة الكفر. أريد منكما ومن الإخوة أن تجمعوا لي معلومات كافية في أسرع وقت. أمرك يا مولانا. اذهبا. استغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبين استعداداتكم جيدة، بس الظاهر معلومات دقيقة حول انتشار المجاميع الإرهابية ما واصلكم. السيد القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي طلب من عندي موقف حول قدرتكم بالتصدي لعصابات داعش فيما إذا خططوا بالهجوم على الموصل. وان سيدي، قواتنا جاهزة لأي طارئ. بارك الله بك. إن شاء الله. ألف حمد لله على سلامتكم بنات. الله يسلمك عمو. تفضلي حبيبتي. بالإذن. تفضلوا. نعم عقيد جمال. شنو؟ مستحيل. متأكد أنت من هالمعلومة؟ صح. جاي مسافة الطريق. خير عاصم، شنو اللي صاير؟ مجموعة إرهابية اغتالت 3 شخصيات سياسية بآن واحد. 3 مرة واحدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. زين، ما عرفوا منو الإرهابيين؟ أكيد جهاديين متطرفين. عن إذنكم. عاصم انتبه لنفسك. إن شاء الله. شنو اللي دا يصير بالموصل؟ شنو اللي دا يصير؟ يوميا مصيبة جديدة. أنا كلش قلق الياس. الله يستر من تاليته. أما بالنسبة للموصل فهل تعتبر عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها سياسيون بارزون هي العملية الإرهابية الأخيرة بعد سلسلة عمليات إرهابية مشابهة؟ أم ستتبعها عمليات اغتيال أخرى في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم داعش في الرقة مسؤوليته عن الحادث الإرهابي وما سبقه من أعمال إرهابية مشابهة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب تضاعف عمليات داعش الإرهابية ضد السياسيين وعناصر القوات الأمنية في الموصل تحديداً؟ يعني معقول هذا اللي دي يصير بالموصل والشرطة ما تقدر تكمش ذولي الإرهابيين؟ والله يا زياد، أنا برأيي اللي يصير بالموصل هو تمهيد للكارثة أكبر. كارثة؟ هي كارثة. خبر عاجل: تمكن مفرزة تابعة للقوى المسلحة العراقية من قتل الإرهابي عدنان الببلاوي، وهو من أبرز القادة العسكريين لتنظيم داعش الإرهابي في الموصل. شفت؟ وضبط القوى الأمنية التي رافقت المفرزة العسكرية في وكر الإرهابي وثائق وأوراق رسمية تكشف أسرار وطبيعة عمل تنظيم داعش الإرهابي في الموصل وفقا للمصدر. هذا اللي قاعد أقول لك عليه، اللي قاعد يصير تمهيد لكارثة أكبر بكثير. كارثة.
مرحبا بك يا أبا الوليد. وبك أنت أيضا يا أبا خالد. ما هي أخبار الموصل يا أخي؟ الأخبار عندكم يا أمير. بارك الله فيك وفي الإخوة المجاهدين على كل ما فعلتموه لنصرة دولة الإسلام. وبارك فيك أنت أيضا يا أبا خالد. أريد أن أسمع خبرا واحدا. ستسمعه قريبا جدا. نحن في انتظار أوامر الخليفة للانتقام لمقتل الشهيد أبي عبد الله الببلاوي. الله أكبر. ومن هذه الساعة أريد أن تضاعف نشاطاتك في الموصل أنت وباقي المجاهدين. أشعلوها حرب اغتيالات للسياسيين والعسكريين ورجال الأمن حتى نأتي نحن بجيشنا لإكمال المهمة والنصر على الكافرين. وهل أعددتم العدة الكافية؟ لبث قليلا تأتيك الجلائب يحملن آسادا عليها القاشب، كتائب تتبعها كتائب. الله أكبر، الله أكبر. فتح الطفل على الشمس عيونه فرآكم، حينها خابت ظنونه. قد حجبتم نورها لما سفكتم دم آباء نسوا أن يطعمونه. ليته يدرك كم ضاعت نفوس ذنبها لم تدر للحرب فنونه. كم سبيتم من عذارى طيبات فتردى الكون إذ جن جنونه. أليس في خطتكم دخول الموصل؟ يا للخيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قال لك أنهم لن يدخل الموصل؟ يقول أبا خالد أنها مجرد حملة تأديبية للجيش والشرطة انتقاما لمقتل أبا عبد الرحمن الببلاوي. كنا ننتظر الأخبار بلهف، ظنا منا أن الإخوة يحضرون لغزوة الموصل وسينقذوننا مما نحن فيه. كنت أحلم أن حبل المشنقة قد انزاح عني. استغفر الله. لا تقلق أيها الأمير، أنهم يستعدون للغزوة، ولكن أبو خالد أذكى من أن يبوح بهكذا سر خطير بهاتفه النقال. تظن ذلك؟ أيها الوحش الذي ليس يضاهى، أيها الوحش داعش الظلمة والإجحاف دونه. يؤجل الحكم في القضية إلى جلسة 13 من تموز 2014. قوات الدولة الإسلامية وصلت على أعتاب مدينة الموصل وتشتبك مع القوات الأمنية، والحكومة أعلنت حصاد تجوان. الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر. يا أبا خالد، ها هي دفعة جديدة من الشباب المتطوعين يبغون الجهاد في سبيل الله. على الرحب والسعة. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. أعز الله الإسلام بهذا الشباب المؤمن التقي النقي،
الذي لا يبغي غير وجه الله ونصرة الإسلام والمسلمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تكبير! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المحافظ أعلن حظر التجوال. اوف، يعني قصدك انه احنا باقيين هنا؟ اي والله اعلم لي وين. افضل الخطيه دول الناس، لان المعارك كلها تصير وين؟ باطراف الموصل دكتورة بين القوات جوانا. الامنيه وبين داعش. وصلوا مصابين عسكريين، مصابتهم حيل قوية. بسرعة بسرعة.
العالمين.